صحراء النجف الأشرف، وهذه البادية يقصدها الصيادون العراقيون والعرب الذين يستهوون صيد الصقور والحياة البرية الهادئة. عام 2011 صدر قرار مجلس الوزراء يمنع بموجبه الصيادين العرب من صيد الصقور في بادية النجف الأشرف، واعتبار الصقور في العراق ثروة للعراقيين فقط. كما ضم القرار منع الأمراء الخليجيين من دخول بادية النجف الأشرف، إلا أن الأمير القطري نايف بن عبد الله الثاني دخل البادية لصيد الصقور، وعمد على بناء قصر كبير في منطقة تعرف بناحية العزية جنوبي النجف الأشرف. الأمير القطري المتواجد الآن في صحراء النجف يعني من القضايا الغريبة جدا أنه دخل للنجف بدون موافقات، بدون كفالة، وهناك تقسيم من قبل الجهات الأمنية سواء مديرية الاستخبارات والمعلومات الوطنية أو المطار أو الإقامة، لأنه إقامته بصورة غير رسمية. حاولنا الذهاب إلى ناحية العزية لمعرفة طبيعتها وكيفية تعاطي سكانها مع جارهم السلفي التوجه، إلا أننا لم نستطع الوصول إليها في النهار، بعد أن علمنا بأن الإعلاميين يمنعون من التصوير في تلك المنطقة، فاضطررنا إلى الانتظار حتى حلول الليل. في الساعة 10 مساء توجهنا إلى القرية من جديد، إلا أن الشارع المؤدي إليها كان مقطوعا بحواجز كونكريتية كبيرة الحجم، فتحتم علينا المشي ل3 كيلومترات لنصل إلى منزل الأمير، ولكن تفاجأنا بحراسه الذين ينتشرون حول محيط القرية. يلا امشي. الطريق الآخر الذي حاولنا سلوكه بغية الوصول إلى القرية كان مهمة أصعب من سابقتها، لأن سكان المنطقة المجاورة أعلمونا بأن قناصة يعتلون سطح منزله، وأن حراسه جلهم من السلفيين. ذلك ما تحتم علينا إنهاء مهمتنا وعدم المجازفة بالاقتراب من القرية. في اليوم التالي وبعد إبلاغنا الجهات المعنية في المحافظة عن قصة منزل الأمير، كانت مفاجأة لديهم. أنا غير متحقق من هذا الموضوع، وفي حال أن هذا الموضوع موجود، فنحن محافظة النجف تعرف يعني الآن محافظة النجف جميعا هم من الطائفة الشيعية، فلا يستقبلون الأمراء اللي يعني بصدد أن يكونوا يعني ضارين على مدينة النجف. أنا معك على التحقيق في هذا الأمر، وأنا مجانب لرأيك، ونحن لا نقبل أبدا أن يدخل إلى مدينة النجف من هو فاسد ومن هو فاسق ومن هو سلفي أيضا. القيادة الأمنية وبعد تحقيقهم عن الموضوع اتضح لديهم بأن الأمير خالف تعليمات الحكومة وقرار مجلس الوزراء، وأن وراء هذه المخالفة تراخ من قبل بعض الأجهزة الأمنية بعد إنفاق الأمير مبلغا مقداره 30,000 دولار مقابل التعتيم على وجوده في بادية النجف الأشرف، بحسب ما أفاده مكتب المتابعة لهيئة النزاهة في المحافظة. حيدر صالح، قناة الاتجاه، النجف الأشرف.